سلام، اهلا بيكم النهارده من جديد. النهارده هنكمل رحلتنا في سلسله اللوح بتاعه الون بات نوت لونلي، واللوحه دي هي الجزء الثاني من الحكايه. ولو لسه ما شفتوش اللوحه الاولانيه هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت الفيديو ده. احنا دايما بنقول ان الحياة طاقة، والناس اللي بنحاوط نفسنا بيهم هم اللي بيحددوا طاقة المكان والروح. بس في 3 انواع من الشخصيات بيشتغلوا زي سيف الحياة كده، بيقصوا اي خيط امل، اي طاقة ايجابية جوانا. الشخصيات دي هي السايكوباتي، السوسيوباتي، والنرجسي، او زي ما بيقولوها بالانجليزي سايكوباث، سوسيوباث اند نارسيست. مهم جدا ان احنا نفهم الاول الفرق ما بينهم، مش عشان نشخص الناس، لا خالص، بس عشان نعرف ازاي نحمي براعم الابداع اللي جوانا من الاستنزاف. خلونا الاول نتكلم ببساطه ونعرف ال3 شخصيات دول. الاول السايكوباتي، ده الشخص اللي اتولد كده بارد، بيخطط لكل حاجه، ما بيحسش بالذنب، وعنده قدره رهيبه انه يمثل دور الشخص المثالي عشان يوصل لاي غرض هو عايزه منه. طب السوسيوباتي ده غالبا صناعه البيئه، المجتمع اللي بيعمل او الظروف الصعبه، وده بيبقى متهور، غضبه سريع، وصعب تتوقع تصرفاته، وحياته دايما فيها نوع من الفوضى، بس مش فوضى بناءه، فوضى مدمره. النوع الاخير وده المشهور اعلاميا النرجسي، وده اللي بيعيش علشان صورتي في عيون الناس ايه، الناس هتقول عليا ايه. هو دايما محتاج ان ياخد غذاء من الناس اللي حواليه، مدح واهتمام، وكلكم عايشين عشاني او غد والجو ده. ولو ما خدش ده بيتحول لشخص مؤذي جدا، ولو خده لغايه لما يستنزف اللي قدامه برضه بيتحول لشخص مؤذي. ال3 دول بيشتركوا في حاجه واحده، انهم بيمتصوا طاقتنا وبيخلوا روحنا تدبل ببطء مميت. لما بنعيش وسط الشخصيات دي بنبدأ نفقد ثقتنا في نفسنا، بنتحول لشخصيات مرضية للآخرين، أو زي ما بتتسمى كده بالإنجليزي people pleaser، بس عشان ننجو من غضبهم أو تلاعبهم بنمشي حالنا يعني، بدل ما طاقتنا تروح للإبداع أو للبنى أو لأهدافنا أو لترقينا في الحياة، بتروح في محاولة إرضاء ناس ما بيشبعوش. وهنا بيجي قرار العزلة. في ناس بتشوف ان العزلة دي حاجة وحشة، بس انا بشوفها الخلوة الحلوة. ليه بنختار نبعد؟ رقم 1 علشان نحافظ على طاقتنا. لما بنقفل الباب قدام الشخصيات السامة بنوفر مخزوننا النفسي لنفسنا. تاني حاجة عشان نسمع صوتنا جوه الهدوء ده، بنبدأ نسمع افكارنا الحقيقية مش اللي هم زرعوها فينا. 3 عشان الابداع يتفتح، زي ما الوردة دي محتاجة جو هادي ومناسب عشان تتفتح، احنا كمان محتاجين مساحة امان عشان نبدع.
بعد كل اللي قلناه، تفتكروا مش اختيار الوحدة والاعتزال عن الشخصيات دي هو اللي بيحافظ على توازننا؟ الانعزال ده مش هروب، ده حماية لبراعم الإبداع اللي جوانا عشان تفوز بالوقت والمجهود وتطلع في أجمل صورة، زي الوردة اللي في اللوحة دي اللي قدرت تفتح وتكون أفضل بعيد عن كل تشويش، وكمان تنبت براعم لورود تانية. انتوا ايه رأيكم؟ هل جربتم قبل كده تختاروا الخلوة الحلوة عشان تحموا طاقتكم؟ مستنية اسمع رأيكم في التعليقات، ودايما افتكروا ألون but not lonely، في فرق كبير ما بين الاتنين، ما بين الألون واللونلي. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.